السلام عليكم. انا سلمى وغادي نعاود لكم القصه ديالي. القصه ديالي بدات، نعاود لكم جزء من القصه ديالي ماشي القصه ديالي كامل، باسكو الهدف من هذه القصه هو واحد الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم، نفعتني بزاف. وانا عارفه باللي شحال من وحده فيكم ولا شحال من واحد فيكم غيكون في نفس سيتوياسيون ديال سلمى هي واحد البنت كانت مجتهده، كانت كتقرا مزيان، قرايتها مزيان، كلشي مزيان. من بعد الباك دارت مدرسة ديال المهندسين وخدات الدبلوم ديالها. سلمى فاش خدات الدبلوم ديالها كتقلب على خدمة ما يسرش الله، ما خدماتش، بقات شي عام ونص بلا خدمة. فهاد الوقت ديال العام ونص نقول لكم سلمى شنو دارت. سلمى بدات في الاول فاش يلاه تخرجات من المدرسة كيجيوها عروض، كدوز لونتروتيان ما كيقبلوهاش، بارفوا كدوزو ماشي مزيان، بارفوا كدوزو مزيان مي ما كيبقاوش يعيطوا ليها، بارفوا كدوز هاد الكونكور هذا وكتحس براسها انها مزيان ما كيعيطوش ليها. المهم ما ميساش لها الامور. سلمى هي واحد الانسانه اللي كانت كتصلي، كانت قريبه من الله، كانت كتحس بلي الله معاها، ولكن هاد الفترة هادي بالضبط خلاها سلمى انها تقرب بزاف من الله عز وجل، حيت هو الوحيد اللي كانت كتشكي عليه، هو الوحيد اللي كانت كتعاود ليه على داكشي اللي كتحس به الخايب. حيت ما ساهلاش انك تاخدي الدبلوم ديالك وانك عارفه راسك مزيانه وكومبيتونت مي ما يسرش لك الله في الخدمه. سيرتو انك اشاك فوا كتشوفي صحاباتك اللي قراو معاك البروموسيون اللي من بعدك خدموا، كل واحد كيبدا يخدم، كل واحد كيخدم في واحد البلاصه، كل واحد كيبدا يحقق في الاحلام ديالو، ولكن نتي في نفس البلاصه. الحمد لله سلمى كانت محظوظه، كانت عندها عائله اللي واعره بزاف، ما عمرهم حسسوها باللي هي ناقصه عليهم ولا ناقصه على الناس الاخرين ولا حتى شي حاجه. كانوا كيامنوا باللي ان غيجي رزقك واحد النهار، وكانوا كيعاونوها بزاف باش انها ما تطيحش في اكتئاب، وانها ما تمرضش وهذا الشيء اثر عليها نفسيا او حتى جسديا. فكي قلت لكم سلمى كانت عندها عائله اللي هي واعره بزاف، عائله اللي تمناها اي وحده او اي واحد في هذه الدنيا. ومن هنا غادي نقول لكم باللي العائله هي اهم حاجه. فاذا كانت عندكم عائله مزيانه، رغم واخا ما عرفت شنو يوقع لكم، واخا ما عرفت شنو يطرى لكم في الدنيا، كتبقى عائلتك واقفه معاك حتى شي حاجه ما كتاثر عليك. فوقفوا جنبها، دعموها، عطاوها فلوس، خلاوها تسافر عند صحاباتها باش ما عمرها تحس بهذاك النقص. كانوا كيعطيوها فلوس، كانوا كيسافروا بها، كانوا كيخليوها تخرج باش داكشي ما ياثرش عليها نفسيا. ولكن واخا هكاك سلمى الله اللي عالم بها، وكي قلت لكم داكشي ما كانت كتعاودو حتى شي واحد، كانت كتبين الناس باللي صافا هي مزيانه، ولكن الله اللي عالم بها. كانت كتشكي الله كل نهار، كتصلي وكتدعي الله، كتقول ليه يا ربي الا كانت فيا شي حاجه، زعما جو سي با، الا كانت هادشي من عند العبد، يا ربي تشافيني منه ويا ربي تعافيني منه، الا كان هاد القدر ديالك انني نبقى بحال هكا انا راضيه به. وكانت ماشي غير كتقولها، هي مآمنه بهادشي. فكانت كل نهار كتشكي الله، كتنوض الفجر، كدير قيام الليل وكتشكي الله وكتدعي الله وكتدعي الله، وكدير بحال واحد كونفرساسيون بينها وبالله سبحانه وتعالى. وكانت كتحس به باللي بصح كيسمعها، وباللي بصح هو معاها، وباللي بصح هو معاها وفي جنبها ومعاونها، وباللي هذه غير واحد الفتره وغادي تدوز وغادي تحقق كاع داكشي اللي تمنات. سلمى ما وقفاتش وبقات دائما اليقين ديالها بالله بانه واحد النهار غادي يسهل عليها وغادي ييسر ليها. مع الوقت سلمى غاديه وكتقرب من الله سبحانه وتعالى، وكتجتهد في الذكر، في الدعاء، قيام الليل، الصلاه، بزاف ديال الانواع، وتعمقات بزاف في الدين ديالنا، في الادعيه، في القيام، في الصلاه، في رمضان شنو. وكانت فريمون اليقين والايمان ديالها قوي بان الله واحد النهار غادي يفاجئ عليها وغادي يسر ليها امرها وغادي
يسهل لها سيدي ربي ويرزقها شي رزق حلال ان شاء الله. فما وقفاتش كي قلت لكم، وما عمرها ولو جاها شك بسيط بان الله غيتخلى عليها شي نهار، فكانت كتقول هذه غير مده وغادي تفوت، وان قريب الفرج ان شاء الله، وان سيدي ربي غادي ييسر ليها وغادي يسهل ليها في كاع داكشي اللي كتمناه. هاد الفتره هذه كي قلت لكم في الاول دازت عام ونص. من وراء هاد العام ونص اخيرا سلمى لقات خدمه بداك الشيء اللي كتمناه، بالصالير اللي كتمناه، في البلاصه اللي كتمناها، في واحد البلاصه اللي مزيانه، ناس زوينين، كل شيء مزيان. دونك سلمى ما وقفاتش، والايمان ديالها كان دائما قوي بان الله سبحانه وتعالى غادي يتقبل منها واحد النهار، وهذه الا فتره وغادي تدوز، وسيدي ربي ما تخلاش عليها. من هاد القصه انا بغيت نقول لكم هذه قصه حقيقيه وكاينه، انا ماشي جبتها لكم من راسي. فمن هنا غادي نقول لكم كاين بزاف ديال الناس بحال سلمى، فاللي غادي نقول لكم هو ما تفقدوش الامل، وما تفقدوش الثقه بالله سبحانه وتعالى، وما تقنطوش من الرحمه ديالو، وما تقنطوش من الذكر ديالو ومن الصلاه ومن الادعيه ومن هذه، حيت واحد النهار غيتقبل منكم سبحانه وتعالى، واحد النهار غيتقبل منكم وغادي يحقق لكم الاحلام ديالكم والادعيه ديالكم كاع اللي دعيتوها، وبالعكس غادي يجازيكم الله باكثر واكثر، وغادي فريمون من بعد الحزن كيكون واحد الفرج اللي هو عظيم، باسكو سيدي ربي كيشوفك باللي انه واخا هذاك الشيء نتايا بقيتي كتطلبوا وكترغبوا داك الشيء وبقيتي مآمن به، فهو كيجازيك وكيجازيك كثر على داك الصبر ديالك وعلى هذاك الالحاح ديالك في الدعاء ليه وفي فوالا في العباده ديالو ليه. دونك ما نطولش عليكم، وكل مره غادي نبقى نبارطاجي معكم قصه بحال هذه اللي تكون بيان سور حقيقيه.